يلا نكمل مع بعض سلسلة الوصفات السهلة والسريعة. النهاردة هنعمل بسكوت. المرة اللي فاتت كانت كيك شاي، النهاردة هنعمل بسكوت تمر بشكل بسيط كده في صاج واحد، لا فردنا عجينة ولا قطعنا ولا أي حاجة. الموضوع بسيط، بالظبط 10 دقايق الوصفة تكون خلصت. هقول لكم المقادير بالكوباية، بس هكتبها لكم في أول كومنت بالجرام. احنا معانا كوباية ونص زبدة بدرجة حرارة الغرفة، سايحة او مش سايحة، سايلة، اللي هي طرية، مش متماسكة قوي، عشان تعرفي تضربيها. لو هتضربي كمان بمضرب عادي، الوصفة دي ممكن تعمليها في فود بروسيسور او بمضرب كهربا او في عجان او بمضرب يدوي عادي. بنضرب الزبدة والسكر البودر، نص كوباية سكر بودرة. بنضربهم حلو جدا لغاية لما الزبدة تتحول من اصفر لابيض. حطيت عليهم بيضاية، ذرة فانيليا، وضربتهم تاني. اول ما البيضاية اختفت وبقت كل العجينة شبه بعضيها، حطيت عليهم نص كيلو دقيق، معلقتين لبن بودرة، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، وقلبتهم. عجينة متماسكة طرية مش ناشفة، وفي نفس الوقت منعجنش كتير عشان البسكوت ما ينشفش. فردت نصها في الصاج من غير ما ادهنه. ده صاج 30 في 40، اكبر صينية في الطقم المستطيل عندك، اكبر صينية مدورة عندك، اي حاجة بس تبقى اكبر مقاس. اوكي. رحت فجبت عجوة مفرومة نص كيلو، حطيت عليه معلقتين سمنة ورشة بسيطة قرفة لو انتي بتحبيها، لو ما بتحبيهاش بلاش. واديتهم عجنة كده بسيطة. اول ما تماسكوا بقت عجينة لينة، فردتها على مفرش سيليكون وحطيتها فوق النص المقدار اللي احنا فردناه في الصاج. فردت نص العجينة التاني وحطيته فوقيهم، اديت ضغطة خفيفة، خرمتها بالشوكة، وبعد كده قطعتها بالمقاس اللي متاح عندك اللي انتي حباه. ادينا اول تقطيعة، دخلناها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. اول ما يعدي اول 10 دقايق فيها، طلعي الصاج تاني وقطعيه تاني عشان نأكد ان هي هتفضل متقطعة. بعد ما بتطلع انا فتحت الشواية 5 دقايق بعد النص ساعة بصراحة. اول ما بيبتدي الجناب تحمر كده، بتعرفي ان هو احمر من تحت، بتروحي فاتحة الشواية وخلاص الدنيا بتبقى تمام. اول ما بيبرد خالص بنبتدي نطلعه من الصاج زي ما انتوا شايفين كده. بسكوتة متماسكة، مش ناشفة ومش طرية او مش بتتفتفت في ايدك. تحلية حلوة جدا. وجبة متكاملة وغذائية لأي طفل عايز حاجة حلوة في المدرسة معاه، بدون مواد حافظة وبدون أي حاجة. بالعكس فيها فوائد كتير جدا، لبن بودرة وبيض وعجوة، فالدنيا تمام. طعمها قريب جدا من بسكوت العجوة اللي بنجيبه من الشارع، بس انتي عاملاه في البيت بقى، فالدنيا تمام. جربوه، هتعجبكم جدا. هستنى تطبيقاتكم عشان نعمل بقية الوصفات. باي باي.